يا أهل، أنا كيرو، ودي الحلقة رقم 2 من بودكاست أفكار مع فنجان القهوة. البودكاست اللي هنحاول نلاقي فيه لحظات من السلام النفسي. كل اللي مطلوب منك إنك تشرب قهوتك وتطبطب على قلبك، وتيجي معايا في رحلة تكون فيها أنت صديق قهوتي الأقرب. وفي نهاية الحلقة هكون سعيد لو شاركتوني تعليقاتكم وأفكاركم للحلقات الجاية. وعلى سبيل الدعم والحب هكون ممتن جدا لو قيمت البودكاست ده على منصة البودكاست اللي بتحب تسمعني عليها. قهوة سعيدة. قالت لي كل لحظة بتعدي علينا واحنا مرتاحين في علاقتنا، كل لحظة عارفين نسرق فيها من الحياة أوقات حلوة بنعيشها، تكون صادقة من قلبنا. كل مشكلة وخناقة بنخرج منها بعلاقتنا سليمة أو أقوى، هي عيد حب حقيقي ما بيننا. ده كان حوار عمره دلوقتي تقريبا 14 سنة، دار بيني وبين إنسانة كانت في حياتي وكنا وقتها بنحب بعض. والحوار ده كان في أحد أيام عيد الحب القليلة اللي عدت عليا وأنا مش سنجل. جبنا قهوتنا، واليوم ده على حظنا كان برد جدا ومطر. قررنا ناخد القهوة ونتمشى بلا هدف، نتمشى في عز المطر عادي، نتفرج على الناس وهم بيحبوا بعض، فاترين محلات الهدايا، بياعين الورد وهم قدامهم طوابير الحبايب مستنيين وواقفين في سعادة بتنط من عينيهم. مع ان نفس محلات الورد والهدايا دي بيبقوا فاضيين معظم ايام السنة. مشينا نتفرج ونتأمل إعلانات المطاعم والكافيهات وهي بتتسابق على تقديم عروضها الخاصة في يوم عيد الحب، والأماكن اللي بتتشرط في عنصرية واضحة دخول الكابلز فقط في اليوم ده. وقررنا أنا وهي في مشهد طفولي نعد كام حد ماشي في الشارع لابس أحمر مقابل كام واحد وواحدة زينا لابسين عادي. فجأة بصينا لبعض وضحكنا جامد، وبدون ولا كلمة دار في عقلنا نفس السؤال وصرحنا بعض بيه في نفس اللحظة. يفرق ايه يوم عيد الحب ده عن أي يوم عادي بيعدي علينا واحنا مع بعض؟ فهل يا صديقي عيد الحب هو يوم للاحتفال بالمشاعر الحقيقية، ولا هو مجرد نوع من الضغط الاجتماعي زي ضغوط كتير بتحاول تتفرض علينا ونعيش جواها؟ سواء كنت بتحب أو مرتبط، فمطلوب منك تواكب الحدث بكل المظاهر الغريبة اللي فيه علشان تكون وسط المجتمع، أو كنت سنجل فتشعر إنك بغريب وحيد وسط كل اللي بيحصل حواليك. ولكن في الحقيقة يظل في نظري تفسير الكبير لما يحدث في الفالنتاين هو الأصدق على الإطلاق. الفالنتاين ده الناس بتصحى فيه الصبح يلبسوا استغفر الله العظيم ويقعدوا يتمايسوا على بعض. ولكن لو سألت نفسك هو احنا ليه مستنيين عيد عشان نعبر عن مدى حبنا لبعض؟ ليه يكون الحب بكل عمق مشاعره وجمال تفاصيله مناسبة سنوية، حدث
بيجي يوم في السنة ويخلص. طيب وبقية السنة بنعمل ايه؟ مين حول الحب لموسم وخلى المشاعر الحقيقية لحظات للاحتفال بتتصور وتنزل بوست مع هاشتاج لاف وأغنية رومانسية أو ستوري لساعات وتنتهي؟ احنا بقينا بنتفنن ازاي نوري الناس اننا بنحب بعض اكتر ما احنا بنحب بعض فعلا. وطبعا كل ما زاد عدد القلوب الحمراء على الصورة كان ده دليل حب اكبر ومشاعر اعمق. ومن امتى كانت مشاعرنا تجاه اللي بنحبهم محتاجة تاريخ معين للتعبير عنها او الاحساس بيها؟ ليه الهدايا ولو في ابسط صورها ما تبقاش عادة مستمرة بين اتنين بيحبوا بعض؟ عشان ما نلاقيش حوالينا 1000 يسرية بتنفجر في وشه فجأة في يوم وهي بتقوله عايزة ورد يا إبراهيم. وبشيء من المنطق والعقل، إذا أهملت إنسان بتحبه طول السنة وجيت في يوم عيد الحب وقدمت له أعظم هدايا الدنيا، هل ممكن فعلا يحس بيك أو يحس بحبك ليه؟ والأهم، هو هيكون لسه بيحبك؟ ربما إنك سمعت يا صديقي قبل كده عن صناعة الحب اللي اتحول من مشاعر لسلعة بتحقق منه الشركات والمطاعم والماركات العالمية مليارات في يوم واحد بس. العجيب إنك تلاقي مليارات بتتصرف على الحب من ناس مش عارفين يحبوا بعض جوه عالم شبه خالي من الحب تقريبا. وتتحول حوالينا علاقات الحب لمزاد اجتماعي، فتفتح فيديو فلانة البلوجر الشهيرة على المنصة الفلانية وهي بتشاركنا مفاجأة خطيبها البلوجر الشهير برضو، وهو جايب لها هدية هي الأضخم من نوعها. 10,000 دبدوب أحمر جمعهم من كل مكان في العالم في محاولة منه لتحطيم الرقم القياسي لشخص اشترى دباديب حمر حول العالم. فيشعر الإنسان العادي اللي زيي وزيك بعد ما حوش من مرتبه علشان يجيب هدية للإنسانة بيحبها إنه قليل. أو تحس بنت ما جالهاش 10,000 دبدوب هي كمان إنها ما تحبتش كفاية. في كتابه سيبينز بيشرح المؤرخ يوفال هراري إزاي العالم المادي الجديد قدر يخلق احتياجات جديدة عند البشر، وإن المجتمعات الحديثة ما بقتش تستهلك المنتجات بس لكنها بقت تستهلك المشاعر نفسها. وده بالظبط يا صديقي اللي حصل مع الحب. بقى ماركة، بقى قصة مربحة، بقى شيء لازم تدفع له تمن مبالغ فيه عشان يدوب تحسه. فماذا عن ناس، وانا هنا بعبر عن نفسي، نضجوا وأصبحت مرارتهم لا تتحمل كل هذا الكم من المظاهر الكذابة وهذه الطاقة الفارغة من ادعاء الحب وفرط رومانسية لحد التلزيق. ولما كل دول بيحبوا بعض، نص البنات اللي بتتعالج عند الدكاترة النفسيين من تروماز أو عقدة تسبب فيها راجل بيعملوا إيه هناك؟ والستات اللي بتجري في محاكم الأسرة دول بيجروا ورا مين؟ وهذا الكم من الرجالة المضربين على العلاقات من بابها مضربين عنها ليه؟ فيبقى السؤال هنا، هو احنا محتاجين عيد للحب ولا احنا محتاجين نتعلم نعرف نحب؟ اما اللي رسخ لفكرة 14 فبراير تحديدا كاحتفال لعيد الحب، فالموضوع ده بيرجع لقصيدة برلمان الطيور اللي تخيل فيها جيفري تشوسر مجموعة من الطيور بتتجمع في يوم 14 فبراير، وهو اليوم اللي اعتقد فيه انه بيبدأ فيه عندهم موسم التزاوج. الطيور في القصيدة دي باختصار كانت بتناقش الاختيار بين الأزواج. المغزى الحقيقي ان القصيدة
ما كانش مجرد الحب، لكن فكرة الاختيار في الحب، وإن الحب مش مجرد شعور بيجي من غير تفكير، لكنه قرار واعي ومبني على اختيارنا احنا. كتبت أحد أصدقائي على صفحتها الشخصية على فيسبوك: أنا نفسي حد يقول لي كل سنة وانتي معايا. وبتقول تايلور سويفت واحدة من مطرباتي المفضلين وهي بتكلم حبيبها في أغنية لاف ستوري: روميو I have been feeling so alone. روميو، أنا حاسة إني لوحدي جدا. وقالت أحدهم في بوست ساخر على انستجرام ظهر لي وأنا بكتب الحلقة: فالنتاين إيه يا جماعة؟ أنا آخر واحد قال لي خلي بالك من نفسك كان بيهددني. وبالمناسبة كمان قريت مؤخرا مقال اتقال فيه بالنص: النساء هما الأكثر سعادة بمفردها. وده جايز ينسف فكرة البعض إن الستات والبنات هما الأكثر حزنا وتأثيرا إنهم لوحدهم في الفالنتاين. فربما ده كان صحيح لو رجعنا لورا شوية، ولكن دلوقتي في ست وبنت بعد اللي عانته في علاقاتها السابقة ومن تحت راس الحب أصبحت بتقدر سلامها النفسي وأمان حياتها بعيدا عن نوع العلاقات الموجود حواليها. وخليني أقولك لو أنت حابب تسمع أنا شخصيا بعمل إيه أحيانا في يوم زي ده وأنا سنجل، طبعا تعجبك فكرة منهم. أوقات كنت بروح للسينما لوحدي، وأوقات تانية كنت باخد عربيتي وأجيب قهوتي وأشغل مزيكتي وألف مع نفسي، وأوقات كنت بجمع صحابي ونعمل عشاء حلو أو موفي نايت. ولو انتي ست فأنا أعرف صديقات ليا كانت بتدلع نفسها بنفسها ومن أجل نفسها والله، وأعرف منهم اللي بتجيب ورد وشوكولاتة وتهادي روحها بيهم. الخلاصة يا صديقي، اعمل أي حاجة تخليك مبسوط لنفسك وحب انت نفسك. طب يا سيدي ما عندناش حد يحبنا دلوقتي، نعمل ايه؟ نموت؟ ولا نحب احنا نفسنا ونمنحها ما تستحقه من سعادة وتقدير وحب؟ خليني كمان أغششك بعض النقط اللي ممكن تنفعك لو انت لسه لوحدك ومفيش شريك في حياتك. ومن واقع تجربتي الشخصية، بلاش تغرق في الشفقة على نفسك وعلى حالك. كفانا صعبانيات، فاحنا كبرنا وفهمنا ان الحب ليه مليون شكل وله 1000 طريقة. انا مدرك ان ربما وجودك في وسط دايرة من الناس حواليك اغلبهم مرتبطين او متجوزين كونوا اسرة، جايز ده في اوقات يهز ثقتك في نفسك او يصيبك بنوع من الشك في روحك. او ربما انت شايف الكل حواليك بيحتفل فيصيبك ده بنوع من الوجع والشعور بقلة البخت والأسف على نفسك. روق يا صديقي، انت عارف ان اغلبهم مش بالقدر الحقيقي ده من السعادة والحب والاستقرار في حياته، وربما حياتك انت اكتر سعادة واستقرار منهم. صدقني اياك تحمل كونك سنجل سبب تعاستك في حياتك. لو مش حاسس انك سعيد او مش دي الحياة اللي انت بتتمناها، او حاسس بنقص ما جواك وحاسس بشعور غريب من الوحدة او بعدم النجاح في حياتك، فده مش معناه ان الوصفة السحرية ليك انك تكون في علاقة. وإذا كنت بتثق في كلامي فاوعى تكون في علاقة عشان عايز تثبت للناس ولنفسك انك شاطر وعارف تاخد من الدنيا كل حاجة. محدش بياخد كل حاجة، ده غير انك اصلا مش محتاج تثبت اي حاجة لأي حد. بالمناسبة كان في اخصائية نفسية اجنبية بتقول الحياة ما ينفعش تعمل لها بوز عشان انت سنجل. وشيرين برضو كانت بتقول في احد اغانيها
ما أنا واحدة عايشة لوحدها ومش حاسة واحدة. فمش كل شخص سينجل هو إنسان وحيد، ولا كل اللي في علاقات حب حاسين بالونس والحب والمشاركة. في ناس مهما بياخدوا حب من اللي حواليهم جواهم ثقب أسود عميق بيبلع الحب وعمرهم ما بيحسوا بيه أو بيقدروه. وناس تانيين حبهم لنفسهم مصدر أمان نفسي كبير ليهم. جه الحب من بره بخير وبركة، مجاش عندهم احتياطي حب يمشيهم في الحياة دي. فكل اللي طالبه منك انك تشرب قهوتك وتطبطب على روحك، وطول ما انت ما اشتريتش المعتقدات الاجتماعية بتاعت انك عشان لوحدك انت فيك حاجة غلط، وايا كانت اسبابك في البقاء من غير علاقة دلوقتي، فعلاقتك بروحك علاقة تستحق الاستثمار والاعتناء، وبقائك لوحدك فرصة كبيرة لاكتشاف نفسك الحقيقية، فرصة لمنح روحك قدر أكبر من الراحة والسلام والحب، وربما فرصة لإصلاح ما أفسده فيك شخص آخر أو علاقات سابقة. والحقيقة إنها فرصة أكبر لإنك تكون مؤهل بشكل أنضج لعلاقة بعد كده. فافرح، خليك فخور إنك لسه لوحدك وما قررتش تعمل زي كتير حواليك، إنك تلعب بمشاعر شخص آخر عشان أنت بس محتاج حد يحبك وخلاص، أو توهم حد بالحب عشان يشاركك حياتك وأنت مش قادر تديله الحب الحقيقي. صحيح بينظر لينا المجتمع كناس أو أشخاص سينجل أحيانا على إننا غير صالحين من أساسه للعلاقات، وانطوائيين وربما فاشلين في حياتنا، وجايز منحلين دايرين على حل شعرنا، لكن خلينا لا ندع المجتمع ينتصر علينا مهما حصل. فاحنا أسوية حلوين ناضجين وسعداء، وربما في النهاية إننا مش محتاجين نعيد حب، لكن محتاجين فلسفة حب أعمق، ويتحول الحب في ثقافتنا ومعتقداتنا من إنه شعور لطريقة حياة. ولا أنت شايف إيه يا صديقي؟ ولو كان محدش قالك الكلمة اللي أنت نفسك فيها امبارح في عيد الحب، وعلى سبيل الحب لو أنت سنجل أو لوحدك ما عندكش حد يقولها لك، فأنا بقولك أنا بحبك. وفي نهاية الحلقة يهمني أعرف رأيك. هل أنت معايا أن المفروض يكون الحب أسلوب حياة مش مجرد مناسبة؟ ويهمني أعرف الطريقة اللي حبيت بيها نفسك، أو هتقرر من دلوقتي تحب بيها نفسك وتتحول كل أيامك لعيد حب وأنت سعيد ومبسوط ومرتاح ولاقي روحك. وده أهم من إنك تلاقي أي حد تاني. ومع فنجان قهوتك اللي جاي اوعد نفسك إنك هتحبها قبل أي حد تاني.